السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير وبصحة وسلام. نقول بسم الله ونصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم تزيين هاي الكيكة بهذا الفيديو وبعض الكيكات بنهاية الفيديو. نزلي الصراحة بس الصور، إن شاء الله يا ربي ينالن إعجابكم. هنا كيكتنا أكيد قياس 20 وحشيتها حشوات 2، حشوة الفستق الحلبي وحشوة التوفي بالإضافة للكريم. مقادير هاي الكيكة انتم محتاجين عني أنا أخلط مقدارين. هو أخلي 7 أكواب طحين، تقريبا يطلع عندي 3 قوالب قياس 20، بس الارتفاع يعني 12-13. خليت 7 أكواب طحين. الماي 2 إلى 2.5 كوب، أو حسب نوعية الطحين ما أحدد. أول ما تخلطون تخلون 2 كوب، و13 بيضة، وخاشوقتين مليانة مال محسن، وخل ونكهة، و5 خواشيق بنهاية الخلط زيت، والشكر 3 أكواب. هذه طريقتي أنا بخلط الكيك. فهنا كيكتنا مثل ما نوهت أنا محشيتها طبقتين، وسقلتها سقل أول، ودخلتها للفريزر تقريبا ساعة. لين هاي الكيكة دزيتها توصيل حي الرسالة، والجماعة دزوها لبو للمجر تقريبا يوم أبو سدرة. أهل العمارة أكيد يندلون هذا المكان، فيحتاج شوية أجمدها. هنا أنا خلطت اللون الأصفر هو لون الأصفر مالتي واللون الأخضر وأكثر الألوان عندي باودر ومحولتهن إلى سائل. فالأصفر هنا والأخضر لون باودر بنات، وخليت مي وخلطته وعفتهم يعني ببطالة ومخليتهم بالثلاجة. فمحولة اللون السائل العفو محولة الصبغ الباودر إلى سائل. فخلطت هنا كميات لون أخضر ولون أصفر. وإذا ما عندكم اللون الأخضر، شلون أقدر أحصل اللون الأخضر؟ خلط لونين، يعني اللون الأصفر واللون الأزرق. إذا تردون اللون الأخضر مائل للصفار فزيدون كمية الأصفر، وإذا مائل للخضار يعني طوخ تقدرون تضيفون أزرق. وإذا كلش حشيشي لون يعني طوخ تضيفون قطرة من اللون الأسود. فهنا أنا بالأكياس خليت الكريم من اللون الأصفر والأخضر، وبديت أوزع الكريم. أولا الطبقة تقريبا 4 أصابع أو أقل لون أخضر بالبداية، بعدين تكملة الكيكة تكون باللون الأصفر. فهاي طريقة كل سهلة للبنات المبتدئات اللي يردون يحصلون على صقل محترف يعني احترافي. فهاي الطريقة بنات تفيدكم. بعدين بقيت أوزع باللون الأصفر، وإذا طلعت عندي هنا شوفوا فراغات راح أرجع أمليها، وأسقل أول مرة بالسباتول على رهاوة إيدي. كلش أول مرة أول خطوة يعني ما أستعجل بالصقل. بعدين بالقاشطة، ويعني كلش على كيف لين عندي خلط ألوان. هنا أنا بنات الطريقة إن شاء الله واضحة، وما استعملت غير فورمة الحشيش بهاي الكيكة، وخليت لها استيكرات ورقية. هسه راح يبينون عندكم شلون خليت اللاصق بالاستيكرات على مود أحافظ على الاستيكرات من الرطوبة مالت الكريمة. ونهاية الفيديو همينة عدة كيكات. كملوا الفيديو للأخير
وانطوني رايكم بالكيكات إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، وأكيد لا تنسون اللايك ونشر قناتي بين أهلكم وأحبابكم، واشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل، ولا تنسونا بالتعليقات. فهنا أنا أول شي طبعا بوجه الكيكة رتبتها، وجيت على الجانب مالت الكيك، بس أول مرة يا لون بديت باللون الأصفر، راح أرجع أنظف الإسباتولا وأبدي أعدل اللون الأخضر. إن شاء الله الطريقة سهلة. أخاف تسألوني على درجة الوقت ودرجة حرارة الفرن. الوقت تقريبا 8 دقائق بالخلاط، وحسب نوعية الخلاط، إذا سرعته قوية أكيد أقل، وإذا يعني أبطأ تحسونه ما نفش الخليط فتنطونه 10 دقائق أو أكثر. وبالنسبة للفرن همينة من فرن بنات إلى فرن يختلف. أول شي لا تحمون الفرن طريقة الشوي، وبعدين دخلوا الكيكة للأوفن. أنا كهربائي أكثر الأوقات، بس إذا تطفى الكهرباء أروح للغازي. فأول خطوة تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق على أعلى سرعة، على أعلى درجة. ورا ال10 دقائق أروح الخطوة الأولى أنزل درجة حرارة الفرن إلى 180. أشوف الكيكة ما شاء الله ارتفعت وأخذت لون من الجوانب، أنزل درجة الحرارة تقريبا يعني هاي ورا 3/4 الساعة أنزلها على 150. أخلي الكيكة على راحتها، ما طول هي ارتفعت وخذت الارتفاع اللي أنا محتاجة عليه، فأخليه على مود شنو، خاف بنات من جوا الكيكة ما مستوية. إذا درجة الحرارة عالية فأكيد راح تستوي من الخارج وتبقى الداخل بيها عجين، وراح تطلعونها وتهبط. هاي يعني همينة للبنات اللي يسيلون. هنا أنا بقى أثناء الصقل طلعت عندي فراغات، فأرجع أكيد أملي الفراغات. فاكتبوا لنا تعليقاتكم أسئلتكم إن شاء الله وأجاوبكم، وأكيد لا تنسون اشتراك قناتي على التيك توك. اسم القناة منوعات أم رقية، اسم حسابي على التيك توك، ونفس الصورة صورة اليوتيوب. وبالنسبة للأنستا بنات همينة كيك أم رقية. إذا تردون أخلي لكم صورة الحساب على المنتدى هناك. والله يا ريت همينة تشرفونا. أنا بديت أصقل بالقاشطة وعلى كيف، كلش على كيف، لأن عندي ألوان على مود ما أريد اللون الأخضر يتخلط ويا اللون الأصفر. لا ننسى التنظيف أكيد. على مود أرتب الوجه. أنا بخفة إيديكم بنات اشتغلوا. إذا شوية تضغطون على السباتولا أكيد راح تشيلي الكريم وتطلع الكيك، وإن شاء الله همينة تطلع عندكم فتات مالت الكيك. وهنا أنا أكيد بالبخاخ أرش بخة خفيفة وأعدل وجه الكيكة. هنا أنا قاعد أنعم بالكيكة على مود يصير عندي الوجه مرتب. خليكم أسكت شوية، خليكم تشاهدون الفيديو، هم ترتاحون من صوتي أكيد.
راح بنات أنظف البورد، أرفع هاي الكريم الباقي من البورد وأخلي كريم فورمة الحشيش. هنا عندي استيكرات ورقية، فراح أخذ يعني بعض الصور وأخلي الأعواد واللاصق، وأخلي اللاصق بظهر الاستيكرات. وهنا هم عندي استيكرات ورقية، فراح أخلي واحدة من يمهم. اختار الوجه اللي مرتب. طبعا الصورة الورقية كلش سهلة، بس شنو لازم تطلعون الهواء، تضغطون وتطلعون الهواء على مود شنو لا تنفخ. وإذا نفخت عندكم الصورة السكرية بدنبوس، تحاولون تثقبونها بالدنبوس ويطلع الهواء. هنا هذا السياج أكيد أخذتها من الصورة الورقية الثانية مات ماشا والدب، خليت لاصق بظهرها على مود لا تتفاعل ويا الكيكة، لأن هاي ورق والكيكة بيها رطوبة فتتفاعل. هنا هاي الاستيكرات الباقية مثلا الشجرة وباقي هنا راح أخلي لاصق وأرتبها. هاي شوفوا بنات سهل يعني. وحاليا جاي تتوفر استيكرات يعني كاملة بدون ما تقطعونهن انتو ولا تلصقولهم. همين ان شاء الله بنهاية المقطع راح تشوفون الاستيكرات اللي مخليتهم. هنا فورمة الحشيش، فخلطت الكريم خلطة زينة أول شي. يعني نعمت الكريم، وهنا أنا أضغط وأرجع إيدي للخلف. يعني هسه أنا مو واقفة، شوفوا وقفتي، فشوفوا طريقة الإيد مالتي. ليش بنات؟ على مود لا تصير عندي، شوفوا هاي الخطأ صارت، فأرجع أضغط أدب الكريم اللي فقع عندي وأرجع. يعني سهل، كل سهل، بس هي ضغطة وأسحب إيدي يعني للأمام، العفو مو للخلف. هنا أنا أكيد هم خليت هنا، بس ما أعرف بالنهاية ما عجبتني، فشلت هذا الأخضر الحشيش وضفت كريم أصفر ورتبت أصفر ورتبته وخليت الخرز. ما أعرف شو ما عجبتني، ويعني شي سهل. وأي خطأ يصير بنات لا تظلون يعني متخوفين. أي خطأ مثلا هسه هاي الصورة هناك أحلى، الاستيكار هنا، فعادي. شوفوا أنا قاعد أغير، يمكن غيرت أكثر من مرة، سبحان يعني ما يخطأ أو. فهاي هنا ترتيبات. بعدين راح أضيف خرز ملون كودن هو طفل، وكتبت الاسم ميلا سعيد أمور كان الاسم، ويعني ورتبتها. وأكيد كتبون آراءكم. وهاي عندي الاستيكرات اللي أخذتهم من مطيبات مريم خاتون. هاي الاستيكرات بيهم يلزقون على الكيك بالمباشر، وبيهم لا تخليهم بالأعلى. شلون هسه أنا سويت بالأعواد، هسه هاي بيها شلون يعني شلون العود، فعادي يعني بدون ما تقصص. مجموعة ما أعرف والله شقد صراحة، بيهم ب1,500 وبيهم ب2,000. جبت أني وجبة. وهنا هاي تزيين الكيكات، طبعا كلهم على ذوقي. وعندي بعد همينة كيكات ما أقدر أنشرهم، صور سكرية بس تقريبا كالفكر نفسيتهم، بس أنا ما أقدر أنشرهم. وكيكة همينة هم نسيت طبعا أصورها. وهاي همينة قبل بيوم اشتغلتهم هنا بالمروار الأحمر. وهاي كيكة خطوبة، الأطار أطرته فوق والبالوسط بالعجين السكر، بعد وأطرت بالترتر. وهاي الأحرف بالعجين السكر، وكنا زاكة يعني. انطوني نموذج بس بيه هواي شغل، فأني أقدر يعني مثل ما أشيل شي وأخلي شي غيره.
هنا هاي كيكتنا بالكاكاو، بالكاكاو البلوك طبعا سيحته وضفت عليه زيت وصبيته على الكيكة. وهنا هاي كيكة التوأم ربي يحفظهم، محمد وعلي. وهاي كيكة صغيرونة وهاي كيكة شبابية، ومع السلامة، ولا تنسون اللايك.